كل ست بيت محتاره تشرب اولادها لبن ايه او حليب ايه. طبعا دي حيره، وانا عارف كل امهاتنا وكل الامهات بيبقوا عندهم من المشكله دي ان هم يغذوا اولادهم بايه. احنا عارفين ان اللبن او الحليب بيدي طبعا كالسيوم وبيعوض نقص الكالسيوم عند الكبار والصغيرين، وبيساعدهم في بناء عظام قويه واسنان قويه، وبيديهم فوائد كتيره جدا. هنشرح لكم النهارده ايه الفرق ما بين اللبن المبستر واللبن اللي هو الرو ميلك او اللبن السايب اللي احنا بنجيبه من عند اللبان. بس قبل ما اقول اي حاجه انزلوا اعملوا لايك وقولوا لنا انتوا بتتابعونا منين وتصلوا بينا على النبي. اول حاجه، اللبن الرو ميلك بيبقى فيه كل فوائده، بس في شرط ان احنا نغليه صح. نغليه صح ازاي؟ ان احنا نقلب بمعلقه وهو على النار، نفضل نقلبه، ان احنا ما نتابعوش لحد ما يفور وهو كده اتعقم وبقى زي الفل. لا، لازم نقلبه عشان فوق زي تحت الحراره تتوزع عليه كلها، ونشيله نحطه في ميه بتلج بحيث ان احنا نعمل عمليه تبريد مفاجئ ليه. طبعا الكلام ده طبعا مش هيقضي على 100% من الجراثيم اللي بتبقى جوه، طبعا احنا معرضين طبعا للايكولاي، ربنا يحفظنا ويحفظكم. اللبن المبستر بيبقى امن شويه لان هو طبعا بيقضي على 90% من البكتيريا اللي بتبقى جواه، فبيبقى امن بنسبه كبيره جدا بالنسبه للايكولاي والكلام ده كله. اشوفكم دايما على خير ومع السلامه.